لو استخدمتي الليب بالم بتاعتك ولسه شفايفك فيها تشققات وناشفه، تعالي اقول لك المشكله فين. مش بس كده، كمان هقدم لك روتين يضمن لك شفايف رطبه ورديه ما فيهاش اي قشور ولا اسمرار. كمان هتلاقي في نهايه الفيديو وصفه سحريه. انا رانيا عاشور، صيدلانيه بقدم مجموعه فيديوهات خاصه بالبشره والشعر. بتمنى ليكي مشاهده مفيده وممتعه. احيانا الليب بالم ممكن تكون هي المشكله، ان شفايفك تكون لسه ناشفه وما فيهاش اي ترطيب خالص، وده لو كان فيها المواد دي. فيفضل طبعا ان احنا نجيب الليب بالم يكون فيها المواد اللي ترطيبها عالي زي المواد دي. وتعالي اقول لك ليه الشفايف تحديدا بتحتاج ترطيب عالي، وده لان طبيعه الجلد في الشفايف بيكون رقيق جدا، بيفقد الترطيب بسهوله، وخصوصا ان احنا في فصل الشتاء فاحنا مش بنشرب ميه كتير اصلا. كمان مفيش دهون كفايه على الشفايف عشان ترطبها، فده كل دي عوامل اصلا بتخلي احتياجنا للليب بالم في الشتاء وترطيبها العالي يكون موجود اكتر واكتر. قبل ما اقول لك الوصفه اللي نتيجتها سحريه وهتشوفي معاها نتيجه عاليه قوي، تعالي اقول لك على الروتين اللي هيضمن لك ان شفايفك تكون رطبه وورديه وما فيهاش اي اسمرار ولا تشققات خالص نهائي. اول حاجه في الروتين ده ان احنا ما نغسلش شفايفنا عمال على بطال بالغسول بتاعنا او الصابونه. تاني حاجه نحاول ناخد بالنا من معجون الاسنان ان هو ما يجيش خالص على الشفايف ولا منطقه حول الفم، لان هو ده السبب الرئيسي اصلا ان يحصل اسمرار. تالت حاجه، لو انت هتستخدمي الروج بتاعك او الليبستيك حاولي تجيبيه من براند يكون موثوقه، وده علشان نسبه الرصاص ما تكونش اكتر من النسبه المسموح بيها. رابع حاجه، ممنوع تماما ان احنا نبل شفايفنا عماله على بطال او نعض فيها، ده السبب اصلا ان الشفايف يكون شكلها مش طبيعي وتكون دايما كده متعضعضه وفيها تشقق وتكون كمان منتفخه وورمه. خامس حاجه، ممنوع استخدام الكريمات التفتيح القويه حوالين الشفايف لانها هتدينا نتيجه عكسيه. واخر حاجه في الروتين بتاعنا مهم جدا الترطيب عمال على بطال. طول ما انت قاعده كده حطي من الليب بالم بتاعتك. ويلا بينا بقى اقول لك على الوصفه السحريه اللي هتعمليها. الوصفه اللي انا هقول لكم عليها دي طبعا هنجربها على الشفايف، بس انا هعملها لكم على ايدي. اول حاجه هنجيب سيرم الهيالورونيك اسيد، هنحط منه نقطتين كده ونبتدي نوزعهم كويس على الشفايف ونستنى شويه ان هو يحصل لها امتصاص. وتاني حاجه هنجيب الكريم المرطب بتاعنا ونبتدي نوزعه كويس. واخر حاجه هنستخدم حاجه من الاثنين دول، يا اما فازلين او يا اما ليب بالم. لو هنعمل الوصفه بالليل فيفضل ان احنا نستخدم الفازلين اكتر. طبعا هنجيب فازلين ما يكونش مقاطعه. الوصفه دي لو عملتيها مره يوميا هتصحي الصبح تلاقي شفايفك رطبه جدا، واثناء اليوم بقى تستخدمي الليب بالم بتاعتك عادي. وبكده يكون كلامنا خلص في فيديو النهارده، وانتظرونا في فيديوهات تانيه كتير.